والحديث الذي سنتكلم عليه الآن حديث واضح في هذه القصة الصحيحة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري. قال أبو سعيد الخدري: عاد الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي. جديب أخذ شاة وهرب بها، فطلبه الراعي، راح يجري وراه الراعي، فانتزعها منه، لأن الذئب إذا كان أخذ شاة ما حش يقدر يجري هذيك الجرية السريعة، فاستطاع الراعي أن يدرك ذلك الذئب، فأقع الذئب على ذنبه. قعد الذئب، نحاها له. كي نحاله هذيك الشاة هذيك، الذئب ماذا فعل؟ أقعد على ذيله. قال: ألا تتقي الله؟ تكلم الذئب هذاك، تكلم. وهذه القصة وقتاش وقعت؟ نهار جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والراعي هذا ما على بالوش كامل بلي جا النبي عليه الصلاة والسلام عايش في الخلا مع الغنم تاعو يرعى، ماهوش سامع كاع بالقصة هذه الهجرة واللي يضاربوا وكذا، ما على بالوش، راه بعيد على الحكاية كامل، راه عايش في البدو، مازال ما وصلوا والو. فتكلم معه الذئب، قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله لي. هذا سراق الذئب ويقول لك رزق، قال لك تنحي لي انت الرزق تاعي؟ يا عجبي، قال هذاك الرجل، هذاك الراعي، قال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه، قاعد على الذنب تاعو، يكلمني كلام الإنس، تعجب من هذا. فقال الذئب ماذا قال له؟ قالوا: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قالوا: نقول لك خبر أكثر من هذا. قال لهم: محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قالوا: روح تشوفه، وجاء في المدينة واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، راهو يخبر الناس أخبار تاع بكري. وهنا نفتحوا قوس، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كي راح المدينة كان يخبر بزاف الناس بالأخبار القديمة؟ لأن اليهود كانوا يعيشون في المدينة وكانت عندهم هذه الأخبار، لقوا بلي الأخبار هذه تتوافق مع التوراة، ولكنهم لم يؤمنوا إلا قليلا. قال: فأقبل الراعي ماذا فعل؟ قال لك هذا الذئب اللي يتكلم مني وعطاني يخبر هذا، نروح نشوف الحكاية هذه. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية، حشر هذيك الغنم كامل في زاوية معينة ويروح يشوف الحكاية وش كاينة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني أن ينادى، فنودي الصلاة جامعة. النبي عليه الصلاة والسلام كي تجي حاجة هكذا باش تعمل فائدة والناس يشوفوا يكونوا شاهدين على الموقع على هذا الأمر هذا، قال لهم الناس كامل يجتمعوا عندنا هنا. ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، خبرهم باش يزيدوا يصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وش كان يقول لهم. فأخبرهم الراعي بما وقع، حكى لهم الراعي وش صار له مع الذئب. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء، فقال لهم: صدق. قال لهم هذا الراعي وصادق. علاه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أمر عادي، والله عز وجل قد أوحى إليه الأخبار التي من قبله. قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة، يعني احنا ما زال ما لحقناش، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس. السباع سباع الطير وسباع البهائم، كالأسد، يعني الأسد والنمر والفهد، وكذلك الذئاب، هذه كلها، والكلاب، هذه كلها من السباع. قال: ويكلم الرجل عذبة صوته، يعني العلاقة تاع الصوت اللي يعلق فيها الصوت، وشراك نعله، وفي رواية صوته، الصوت دياله اللي يضرب به الزايلة. وهذه ذكروها العلماء في ماذا؟ في أحاديث الدالة على ذهاب تكنولوجيا في آخر الزمان، يعود الإنسان يستعمل الزايلة ويستعمل الصوت وغير ذلك. قال: وهذا الصوت هذا اللي الإنسان يضرب به الزايلة تاعو يعود يكلم الصوت نتاعو. ونعلوه شراك نعله، يعني الإنسان راح يعود يتكلم معاه، يتكلم مع الخيط نتاع صباطه يتكلم معاه. ويخبره فخذه، الفخذ نتاعك يتكلم، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. يعني تصور أنك الآن تولي جوس أساب الصباط، تعود صباطك يجي يخبرك، يقول لك على بالك باللي فلان قباح، والطفل هذاك ودار قباحة في الدار، والمرأة هاي لك وش دارت وكذا وعملت وعملت وعملت، يعودوا يبيعوا صبابطنا. إذن تصور النبي عليه الصلاة والسلام
هذا الحديث الصحيح يخبر فيه بهذه الأعاجيب التي ستقع. والأمر الذي يكذب، كاين الناس يقول لك السباع معناتها هكذا تليفونات، معناتها هذه هي الجمادات ولا تتكلم، تليفون ولا يتكلم. تليفون ماشي هو يتكلم، تليفون هو عبارة عن ناقل صوت تاعك، ناقل الصوت ديالك انت وينقلك في الصوت، ماشي هو اللي يتكلم. والذكاء الاصطناعي الاي اي هذا ماشي هو اللي يتكلم، ماشي هو اللي يتكلم، هذا هو عبارة عن قاعدة بيانات. هذوك اللي داتا، هذوك اللي يلموهم كامل يعطوا لهم واحد الذكاء، هذاك السمارت هذاك يعود هو عنده ذكاء في جمع المعلومات ويجاوبك. هو عنده معلومات سابقة يسموها المعلومات التراكمية هذيك، هو راه يدي منها ويجاوبك. الذكاء تاعو راه تما، يعني اختراع عجيب 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 عجيب، لازم ننبهروا وكذا باش يعودوا يحبونا. انبهار عجيب واختراع عجيب، بس ماشي هو اللي يتكلم. اللي يتكلم كي يتكلم فاخذك تصور، هذه هي المعجزة، فاخذ. اذا الناس، كاين بعض الناس يحبوا يدخلوا روحهم في الدين، وش يديروا؟ يروح يتكلم يقول لك ها ليك الدجال، الدجال هو البترول، او الجبل هذا الذي يحسر عن الذهب، هذا هو البترول، والدجال هو فلان الرئيس تاع امريكا هو الدجال. وليه هذا الكلام هذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعطانا اوصاف ولا لا؟ كاين اوصاف هاي والراهي هي تدل على ان هذا هو الدجال. الدجال بهذه الحقيقه. كان يقول الدجال هو التليفون الان، الدجال هو التليفون. وكان اللي يقول لك هذه الجمادات هي التلفاز وكذا، هي تتكلم، ما تتكلم، ماشي تتكلم، هذه عباره عن نواقل. الهاتف راه ينقل، الاخر ينقل البلوتوث، كاين ريسيبتور ايميتور يعطيك هاك دي. سما هادو ما خاطيين المعجزه، ماشي تاع معجزه، هادو اختراعات مبهره، ولكن ليست المعجزات اللي تكلم عليها النبي عليه الصلاه والسلام، بالدليل انه يكلمك فخذك سيدي يا روح. والفخذ واش تاولها انت؟ يعني تصور انت الان هذه كلها هي عباره ماشي الاختراعات، عباره عن خوارق او تكلم عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. وانا اقول لك لعل هذا الحديث فيما يظهر فيه لعله يكون عنده ذهاب تكنولوجيا، ما تكونش كامل هذه الكهرباء، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الانسان يكون بالصوت وتكون عنده هذيك الخيل وغير ذلك، يعودوا الناس الحياه البدائيه. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال بان الناس يكلمك فخذك، نعلك صباطك يتكلم معك. فهذا الكلام حقيقي كما تكلم الذئب، وهذه من خوارق العادات، لعلها تقع لبعض الأشخاص أو لعلها تقع لجميع الناس. وهذا حديث صحيح وصريح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صدق، قال والذي نفسي بيده. علاش جاب واحد هنا هدر لهم؟ لأنه هذه أمر هذا ممكن الناس يكذبوه، يقول لك شوف آمناك ربي قلت لنا كذا منا وتقولنا ذي بيهدار وكذا منا خلينا، سما يقدروا الناس يكذبوه. النبي عليه الصلاة والسلام باش يثبتها مليح واش دار لهم؟ جاب لهم انسان. نفس الحكايه اللي صرات لتميم بن اوس الداري في قصه الدجال. جاب تميم بن اوس الداري قال له احكي لهم، شوف، قالوا ماشي حكيت لكم انا من قبل على الدجال؟ هاو جا واحد راح شاف الدجال بعينه. نفس الشيء هنا، قال واحد قال له هذا الانسان او شاف ذيب تكلم، اهدر معاهم احكي لهم. حكى لهم الراعي قال لهم صدقه، قال لهم انا نقول لكم باللي لن تقوم الساعه حتى يحدث الرجل صوته او عذبه صوته وشراك نعله، ويحدثه كذلك يخبره فخذه بما فعل أو أحدث أهله بعده.